رغم ان الدماغ البشري كان وما زال لغز كبير محير العلماء والباحثين لحد النهارده، الا ان في دراسات كتير وابحاث بتحاول تفهم وتفسر العضو ده، واللي يعتبر اهم عضو في جسم الانسان بعد القلب، وهو اساس الجهاز العصبي واللي بيتحكم في كل حاجه في حياتك حرفيا، سواء تعليم او خبرات او ردود الفعل او حتى الوظائف اللي بيأديها الجسم عموما. بس من ضمن الابحاث والاكتشافات اللي اتعملت في 5 معلومات 90% من البشر ما يعرفوهاش عن دماغهم، واخر حاجه هتصدمك بمعنى الكلمه. لو رجعنا لنص القرن اللي فات هنلاقي ان كان في منافسه كبيره بين الشركات على مين اللي هيخترع ويطور افضل جهاز كمبيوتر، وكان من اكتر الحاجات اللي عليها منافسه فعلا من بين المميزات الموجوده في الحواسيب او الكمبيوترات هي الميموري او الذاكره. لا، ده كمان ظهرت مجموعه من الناس ومديرين الشركات بيقولوا ان الحواسيب عندها قدرات ومميزات مش موجوده في الدماغ البشري. بس في نفس الوقت قدرت مجموعه من العلماء انها تحدد وتقيس حجم الذاكره البشريه، واللي كان على راسهم العالم جون نيومان، واللي قال ان الساعه بتاعت الدماغ هي 35 مليار ميجا بايت. بعيدا عن ان الرقم ده ما كانش صحيح بنسبه 100%، الا انه ازاي العلماء بيقدروا يقيسوا حجم الذاكره. وعشان تعرف الاجابه على السؤال ده لازم تعرف الاول ان الدماغ البشري ما هو الا مجموعه من الخلايا والوصلات العصبيه، واللي بتوصل الخلايا ببعضها، وكل وصلة عصبية بتوصل من خلية للتانية هي عبارة عن معلومة موجودة في دماغك. فالعلماء لما قدروا يعرفوا متوسط عدد الخلايا العصبية للدماغ البشري، قدروا من خلالها انهم يعرفوا حجم الذاكرة البشرية، واللي هي بتقدر ب2.5 تيرا بايت او 2.5 مليون جيجا بايت. وعلشان تعرف حجم الذاكرة ده ضخم قد ايه، فاحنا لو استخدمنا ذاكرتك في انها تسجل فيديو مثلا، فهتسجل 3 مليون ساعة مستمرة بدون توقف، يعني ما يعادل 300 سنة. ورغم كده إلا إنه بيستهلك طاقة قليلة، واللي كفيلة إنها تشغل مصباح 20 واط، وده برغم الذاكرة والقدرات الكبيرة دي. تاني حاجة هي إن 73% من دماغك عبارة عن مية، إلا إنه مفيش حد قالك إنه على قد ما نسبة المية في جسمك مهمة، إلا إنها ما تقلش في الأهمية عن النسبة في عقلك، لأن لو حصل وقلت نسبة المية عن الطبيعي فده بينتج عنه ضعف في الذاكرة والتركيز وحاجات كتير تانية بتأثر على عقلك، وده لأنه أكتر من تلتين الدماغ هو عبارة عن مية بس، فلازم بعد كده تعمل حساب دماغك معاك في الشغل. تالت معلومة إنه متوسط عدد الأفكار اللي بتيجي لأي شخص هي 70,000 فكرة في اليوم. في مجموعة من العلماء من بريطانيا كانوا بيدوروا على طريقة جديدة تقدر تحدد بداية ونهاية الأفكار اللي بتدور في عقل الإنسان، بس الموضوع وصل معاهم لنتيجة تانية خالص. العلماء دول قدروا عن طريق التجربة دي إنهم يحددوا العدد اليومي للأفكار اللي بتيجي للشخص الطبيعي، واللي قدروها من 6000 ل 7000 فكرة في اليوم. وكمان لقوا إن معظم الأفكار اللي بتيجي على عقل الإنسان مدتها ما تتعداش ال 20 ثانية. فلما تيجي تسأل شخص بعد كده وتقول له أنت بتفكر في إيه ويقول لك معرفش، فبصدقه بعد كده. رابع حاجة هي إن في معلومة غلط منتشرة بين معظم الناس، وهي إننا بنستخدم 10% بس من قدرات دماغنا، وأي حد يقدر يعدي النسبة دي في تفكيره وعقليته بتعدي الأشخاص العادية. وده اللي يفسر إن في ناس عباقرة بينا زي نيكولا تسلا واينشتاين، وحتى هوليوود أنتجت فيلم كامل قايم على الفكرة دي. بس الكلام ده مش صح، لأن الدراسات الحديثة اللي اتعملت في الموضوع ده أثبتت فعلا إننا بنستخدم 100% من قدرات دماغنا، وكل جزء من أجزاء الدماغ ليه وظيفة بيعملها. أما الناس المتميزة فده بيكونوا اشتغلوا على معدل كبير جدا من الأفكار، قدرت مع الوقت إنها تعلي مستوى تفكيرهم. والدراسة كمان بتقول إن أي شخص طبيعي لو اشتغل على إنه يطور قدراته الذهنية فهيقدر يعمل كده فعلا. خامس حاجة واللي هتكون صدمة ليك حرفيا، واللي انت تفكر انها ملهاش علاقة بالموضوع بس هي مهمة جدا لعقلك وتفكيرك. في دراسة اتعملت في 2021 من مجموعة من دكاترة الأعصاب، قدروا انهم يثبتوا ان اكتر حاجة بتأثر على الدماغ والقدرات بتاعت عقلك هي الأسماء. ايوه زي ما سمعت بالظبط. دراسة بتقول ان المأكولات البحرية بأنواعها قادرة انها تنقل مستوى تفكيرك لليفل تاني، وانها على قد ما هي بتقوي الذاكرة الا انها كمان بتأخر تأثير الشيخوخة على الدماغ، وبتقلل من احتمالية تعرضك للألزهايمر. اي جزء من دماغنا بيتغير مع مرور الوقت وانك تتقدم في السن، والحاجة الوحيدة اللي في ايدك دلوقتي انك تقدر تأخر التأثير السلبي على اي جزء من جسمك. فحاول تحمي عقلك ونفسك من اي حاجة ممكن تضره في المستقبل. كان معكم محمد صلاح، سلام عليكم.